فيها. فقلت انا كده كده يعتبر ما بقاش ليا حد خالص في المحافظة دي، انا اتجوزت بس هنا، اهلي كلهم اصلا قاعدين في محافظة تانية خالص. فبالفعل نقلت على المحافظة التانية دي، وبدأت ان انا اشوف شغلي وكل الكلام ده كله. فالمهم جيت هنا قلت اجر بقى شقة كده محترمة اقعد فيها. فأجرت شقة محترمة في برج والكلام ده. وبالفعل قعدت في الشقة اللي أنا أجرتها، وكانت كل حاجة ماشية طبيعية. بس كان بيني وما بين نفسي، كان بيجي عليا وقت بحس إنها وحشتني، أو إني استعجلت. بس بصراحة ما كنتش عارف. قلت أكيد هو ده الصح، وربنا أكيد رايد لنا الخير إذا كان معاها أو مع غيرها. فالمهم سكت. بس جيت بعد كده في الوقت اللي بنزل فيه شغلي، بقيت أشوف واحدة منتقبة وهادية، واحدة ايه كده حلوة قوي. يعني اللي هو انا مش شايف شكلها بس عينيها تجنن، عينيها فيها نظرة كده خطافة ساحرة، وهدوء، وماشية كده ايه، ماشية كلها ثقة. فبصراحة بدأت انها تعجبني البنت دي. فالمهم بدأت ان انا احاول اعرف عنها حاجات زيادة يعني والكلام ده كله، لاني ما كنتش اعرف عنها اي حاجة. بالفعل فضلت احاول ان اعرف عنها حاجات بس ما كنتش عارف. فضل الوضع على كده، بقيت اشوفها بالصدفة، اذا كنت بقى وانا نازل رايح شغلي، او وانا معرفش ايه، او هي كانت نازلة تجيب حاجات من السوق. جت في مرة انا وهي اتصادف ان احنا نركب مع بعض الاسانسير، وبالفعل انا وهي كنا راكبين مع بعض. بصراحة عينيها ما جاتش عليا خالص، ولا حتى بصيت لي. وانا طبعا كنت معجب قوي بكل الكلام ده، كنت عمالة ابصلها كده وانا اقول ما كانتش دي اللي كانت تبقى مراتي، وكنت اتجوزتها هي، اهي واحدة محافظة ولابسة نقاب والكلام ده كله. اصلا انا مراتي ما كانتش منقبة يعني، بالعكس كانت بتلبس وبتعمل والكلام ده. فلقيتها راحت بصالي كده من فوق لتحت، ودي كانت اول مرة فيها ان هي تبصلي. بصراحة استغربت قوي من بصتها. وقامت بقى لما خلاص الاسانسير نزل، قامت خدت بعضها وقامت خارجة من الاسانسير بسرعة، وهي مش طايقة اصلا تبص في وشي. قلت ايه ده، انا مالي، هو انا عملت لها حاجة دي ولا ايه؟